في خبر جديد، الرئيس الجزائري يهاجم المغرب من جديد ويحشر أنفه في الصحراء المغربية، ويؤكد أمام العالم أنه لن يتخلى عن دعم ميليشيات البوليساريو لضرب الجيش المغربي حتى تحرير ما يسميه بجمهورية الصحراء الغربية. وفي التفاصيل يبدو أن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ماض في غيه وحقده اتجاه المغرب، وبالخصوص اتجاه الصحراء المغربية الذي يمضي قدما في ملف الصحراء ويحقق انتصارا دبلوماسيا متتالية على الجزائر والبوليساريو. ولم تسلم إسبانيا هي الأخرى من هذا الهجوم الجزائري الذي شنه الرئيس الجزائري تبون خلال حلوله ضيفا على قناة الجزيرة القطرية، في إشارة منه إلى موقفها الجديد من الصحراء ومقترح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب منذ 2007 لحل هذا النزاع المفتعل، أو بالأحرى الذي افتعله نظام الكبرانات لمنع المغرب من المطالبة بحقه في استرجاع الصحراء الشرقية التي اقتطع المستعمر الفرنسي من الأراضي المغربية. وفي هذا الصدد قال تبون أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللا عودة، مردفا أنه يتأسف لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى، لافتا إلى أن موقف بلاده هو رد فعل. وبخصوص موقف مدريد من الصحراء المغربية، استطرد الرئيس الجزائري أن موقف الحكومة الإسبانية موقف فردي من حكومة بيدرو سانشيز ومنحاز للمغرب، واصفا هذا التحيز بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها. ولم يفوت تبون الفرصة من جديد دون أن يقول أن الحكومة الإسبانية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء، مشددا على أن مسؤوليتها ما تزال قائمة، ومشيرا بأن الجزائر ستدعم الصحراء إلى الأبد. نشكركم على حسن المتابعة.